السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ركز معايا بقى في الفيديو ده عشان مهم. لا، مهم قوي، مش مهم وخلاص. انا كل مرة او في كل فيديو بفضل اقولك خلي بالك من هنا وطور هنا ونمي من نفسك هنا وزود معرفتك هنا، فحاسس انك تهتي مني كده. فاللي هو في الفيديو ده جمعتلك اهم التلات جوانب في حياتك. التلات جوانب دول لو ركزت عليهم فعلا خلاص انت كويس. انت يعني الحاجات التانية يعتبر حاجات فرعية، لكن دول اهم تلات جوانب فعلا في حياتك. ايه هم التلات جوانب؟ اول جانب الجانب الديني، تاني جانب هو الجانب الصحي او الجانب البدني، تالت جانب هو الجانب المادي او المالي. تعال نمسك جانب جانب فيهم ونشوف ايه تأثيره على حياتنا. تعال نمسك اهم جانب في حياتنا فيهم هو الجانب الديني. في الجانب الديني ده لازم تبقى علاقتك مع ربنا كويسة. لازم تسأل نفسك انت عامل ايه في دينك، يعني معلوماتك في دينك عاملة ازاي، بتصلي ولا لا؟ لو ما بتصليش فانت في خطر كبير، يعني ملكش عذر اصلا. يعني الصلاة اللي هي عمود الدين انت اصلا ما بتعملهاش. انت متخيل؟ يعني اللي هو المشلول ملهوش عذر، يعني اللي مفيش حاجة في جسمه بتتحرك بيصلي بعينه. تخيل انت اللي مفكش حاجة وما بتصليش. فلو انت ما بتصليش والله مالك عذر. لو انت ما بتصليش انت كده بتنقض العهد. لو ما بتصليش فانت ضايع، ضايع فعلا. معظم الناس للأسف مش مركزة مع الجانب الديني ده خالص. الناس مركزة في الشغل بس، وتيجي من شغلها تنام وتصحى تروح الشغل ومفيش حد يعرف حاجة عن دينه خالص. يا جدعان، الحاجة اللي احنا نازلين الدنيا عشانها الناس مش واخدة بالها منها أصلا. انت في خطر كبير. الناس معلوماتها عن الدين زيرو. يعني انا بسمع الناس اللي هي بتسأل اسئلة دينية في الشارع، مفيش حد يعرف حاجة، محدش بيعرف حاجة فعلا. طب مثلا ليه ما بتطلعش مبلغ من مرتبك لله؟ ليه؟ يعني انت مش اهو عايش وبتاكل وبتشرب؟ يعني في الافقر منك. يعني انت لازم تساعد الفقراء، لازم. فما ينفعش يا جدعان نكون مهملين في ديننا. لازم نبقى عارفين، لازم تتعرف على دينك، لازم. هتفضل لحد امتى كده؟ ناس كبيرة وفي التلاتينات وفي الاربعينات ولا بتدخل الجامع. صلاة الجمعة بيبقوا قاعدين على القهاوي وانت راح تصلي ولا اي حاجة. انت لو سألت حد ماشي في الشارع قلت له سميلي 4 من الصحابة المبشرين بالجنة مش هيعرف. لو سألتك قلتلك عدد أركان الإسلام كام والإيمان كام مش هتعرف. ممكن تعرف إن الإسلام 5 بس مش هتعرف الإيمان كام، أو مش هتعرف الفرق ما بينهم أصلا. فلو سألتك يعني قلتلك سمع لي أي صورة غير الصور القصيرة برضو مش هتعرف. يعني إلا لما رحم ربي. طبعا في ناس كويسة في الجانب الديني، بس أنا عارف إن في ناس أصلا أهاليهم اللي هو المفروض قدوة ليهم بعاد كل البعد عن الدين. بس كل واحد هيتسأل فوق عن نفسه. اقرأ سيرة الرسول، اعرف كل حاجة عن الرسول والصحابة والمعارك وكل حاجة كان بياخدها الرسول. ليه مش عامل ورد من القرآن كل يوم؟ ليه مش عامل حتى ركع قيام ليل كل يوم تستمر عليها؟ لازم تحس انك مسلم. ولما تقرأ في القرآن شوف تفسير كل آية انت بتقرأها عشان تعرف عظمة الكتاب اللي في ايدك. اتعود تصلي، اتعود تستمر في الصلاة، اتعود على الفرائض الأول وبعد كده صلي بالسنن. ساعد الفقراء وتعود تقول الأذكار وتعود على التسابيح والاستغفار. خلي دايما ذكر ربنا على لسانك. اتعلم عن الأحاديث الصحيحة والغير صحيحة. اقرأ عن الدين وتعرف على دينك. اقرأ كتب عن دينك. اقرأ كتاب مدارج السالكين لابن القيم. اقرأ لابن القيم هتكتشف ان انت مش فاهم حاجة في دينك حرفيا. اقرأ وتعلم كل يوم عن دينك. مش شرط تكون شيخ، يعني كفاية انك مسلم. تعال بقى للجانب اللي بعده، هو الجانب الصحي. ده تاني اهم جانب بعد الجانب الديني. صحتك هي رأس مالك. انا عايز اقولك انت لو صحتك كويسة
انت يعتبر مش محتاج حاجة تاني. انت لو صحتك كويسة وكله تمام، انت من افضل الناس في العالم، ولازم تحمد ربنا وتشكره كل يوم على هذه النعمة. لازم تهتم بصحتك. ولو انت من الناس اللي بتدمر صحتها بايديها، زي مثلا شرب السجاير مثلا، يعني انت ربنا هيحاسبك حساب عسير بسبب الحاجات دي. انت بتدي لبتاع السوبر ماركت او بتاع الكشك وبتقول له خد فلوس دمر لي صحتي. يعني انت عقلك فيك لدرجة ان انت تعمل كده، بتدفع فلوس عشان تدمر صحتك بايدك. انا بشوف ناس بتسترخص تحط فلوسها في الجيم وتحطها في السجاير. انا بشوف ناس رفيعة جدا وناس تخينة جدا. هو ده مش عيب خلق يعني، ده عيبك انت. حتى لو انت مولود كده، ازاي تسيب نفسك كده؟ لازم تطور نفسك. روح الجيم لو انت رفيع، كل زيادة عن سعراتك الحرارية وافضل يعني اتمرن وحاول تظبط جسمك على قد ما تقدر. ولو انت تخين برضو حاول تنزل وزنك وتنزل الدهون لحد ما تظبط جسمك. مش عايزك تستريح لحد ما تظبط جسمك. مش شرط تكون مليان عضلات وكده، ولكن جسمك يبقى جسم رياضي، جسم صحي. الدورة الدموية لازم تجري في جسمك كل يوم. كده نكون خلصنا الجانب الصحي. نخش بقى على الجانب المالي. يعني احنا خلاص ظبطنا الجانب الديني وظبطنا الجانب الصحي، تعالى بقى نعمل فلوس. انت بتتولد ما تعرفش حاجة عن الفلوس، ولا تعرف هي بتيجي ازاي. فلازم تنمي نفسك قبل ما تعمل اي مشروع او قبل ما تعمل اي حاجة. لازم تتعلم عن الفلوس، لازم تتعلم تاخد الريسك ازاي، لازم تتعلم تتصرف مع الفلوس اللي جايلك ازاي والفلوس اللي طالعة من جيبك ازاي. يعني ما ينفعش تخش استثمار وخلاص. اتعلم ازاي تستثمر، اقرا كتب عن الاستثمار، وبعد كده ابني البيرسونال براند لنفسك. اعمل مشروعك الخاص. طالما اتعلمت عن المال هتعرف تتعامل. طور مهاراتك وخد الريسك، وافضل حط فلوسك واخسر المشكلة، واعمل فلوس تاني وحطها تاني وريسك بيها تاني لحد ما تنجح. ما هو انت معكش حل تاني. مش مشكلة انك تخسر، مش مشكلة، ده من الخطة. من الخطة انك تخسر لحد ما تنجح. عجبك يعني انك شغال عبد طول اليوم ب250 جنيه؟ صدقني انا اعرف ناس عندها 17 سنة و18 سنة لسه يعتبر عيال بتعمل ب15,000 دولار في الشهر. ما ينفعش تسمع المبالغ دي تبقى بالنسبة لك مبالغ. لازم المبالغ دي تبقى بالنسبة لك حاجة تافهة عشان تعرف تعملها. وصدق انك هتعمل المبالغ دي، اول ما تصدق هتعملها على طول. فكر خارج الصندوق. الفلوس كتير بس انت فكر خارج الصندوق. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.